ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين من ده المليونير عماد زيادة، ومعاه مامته ومعاه زوجته اهي، والمولود الجديد ما شاء الله ما شاء الله. ده على فكرة باباه ملياردير، وكمان هو عمل ثروة كبيرة له لنفسه، وكمان أقرب صاحب إلى عماد زيادة محمد رمضان، ده صديقه ومعه كل أسراره ما شاء الله ابنه. يلا هنشوف كذا فيديو مع بعض، بس يا ريت في الأول تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، ربنا يوفقكم. امبارح كان في فرح وعمرو دياب ضرب واحد بالقلم على وشه. جابوا فيديوهات كتيرة جدا لفنانين كتيرة، حتى جابوا في الهند كمان يعني. وده شايفين تامر حسني، شايفين معاه مجموعة كبيرة جدا، كان بيهرج معاهم وكان بيصور معاهم، وبحبهم جدا، صور معاهم كتير جدا، وكمان عمل ان هو بيوطي وان هو بيجري، لكن هو ما جريش وكان معاهم، كان بيضحك وهرج معاهم. يعني الناس بيقولوا مختلف عن عمرو دياب، كل الناس قالت عمرو دياب كبر وبقى عصبي. عمرو دياب لما هو عصبي بيطلع من بيته ليه ويغني؟ ده راجل عجوز ما ينفعش يغني يا جماعة، ربنا يهدي الجميع. وهو ما كانش له الحق انه يضرب الراجل بالقلم على وشه، ده راجل يعني. بس في ناس بيقولوا لمسوا شدوا من دراعه، يمكن هو الشاب ما يقصدش حاجة، لكن الناس عملت حاجات كتيرة واتكلموا كلام كتير. وده احمد عز كان بيبوس كتف عمرو دياب، قال يعني عمرو دياب الشيخ عبد الباسط، مش عارفه اقول ايه. شايفين كان بيبوس كتفه. وهنا سلمان خان لما واحد جه يسلم عليه شاله وهرج معاه. قالوا شايفين الفرق كبير جدا ما بين عمرو دياب حتى والفنانين بتوع برا. شايفين يا جماعة كيف سلم عليه باسه وكمان شاله. ناس عارفة قيمة الشعب بتاعهم. دي ريهام سعيد وابنها وبنتها. بنتها على فكرة ابنها ما شاء الله شكله سوري شكلها بالظبط. ريهام سعيد ابنها شكلها، وبنتها برضو شكلها، هما الاتنين. يلا هنشوفهم مع بعض. هقدم الفيديو شوية اهو. شايفين دي بنتها سوري دي ابنها. كل الناس قالوا دي بنتها هي يا جماعة، قالوا ان ابنها شكلها بالظبط وبنتها شكلها. وحتى بنتها شيف كانت برضو لابسة اللبس الابيض اللي بتدخل بيه المطبخ، لبس الشيفات. كلهم قالوا شكلها جميلة ما شاء الله بنتها وابنها. شايفين دي بنتها. كل الناس قالوا انت كنت مخبياهم عننا ليه، مش وكلام من ده يعني. عايزه اقول لكم بقى باي باي، مع السلامه. مش تنسوني بقى في اللايك والاشتراك. مع السلامه.